سلام حبايبي القديسين، ومستمر معاكم في البرنامج بتاع ليه وازاي. البرنامج بتاعنا بيجاوب على الأسئلة الكتيرة اللي انتوا بتبعتوها، بس حابب قبل برضو ما أجاوب على السؤال حابب أشارككم قصة جميلة عن قديس من القديسين اللي موجودين معانا في الكنيسة. هو طفل جميل خالص، كان واقف في القداس بيهرج وبيضحك زي ما كلنا كنا واحنا صغيرين بنعمل شقاوة، كنا بنشقى يعني. ففكر كده جواه، يعني هو طفل صغنن بس فكر كده تفكير، قال هو ربنا فعلا موجود يعني في الكنيسة وكده. الولد تاني اسبوع بصينا لقيناه واقف في القداس مغمض عينيه ورافع ايديه وفرحان جدا بالقداس، وحاجة جميلة قوي يعني. احنا كلنا الخدام بتوع في الكنيسه استغربنا، هو كان بيتشاقى وبيتنطط على طول وبيروح يجي باباه زعق له ومامته زعق له، او مثلا ده مره واحده حصل كده يعني، فبعد كده لا. لكن في حقيقه الامر المس بتاعته راحت سالته السؤال، يعني قالت له يا حبيبي انت النهارده كنت واقف حلو خالص وجميل جدا في القداس، احسن من المره اللي فاتت. قال لها يا مس اصل انا عرفت فعلا ان ربنا موجود في القداس. قالت له ازاي يعني؟ قال لها انا شفت ربنا. قالت له يعني ايه؟ قال لها يا مس انا شفت ربنا حقيقي وكان موجود في القداس وانا شفته، وحسيت ان اللي انا بعمله ده ما ينفعش ان هو يتعمل في الكنيسه، لان فعلا ربنا موجود معانا في الكنيسه وهو ظهر لي وانا شفته. ومن ساعتها الولد ده لما بيحضر القداس بيقف يغمض عينيه ويرفع ايديه كده، وهو طفل صغير خالص، لكن شفتوا جمال اطفالنا، وقد ايه انتوا حلوين وجمال وبتحبوا ربنا، وربنا بيحبكم جدا. وعشان كده هكمل معاكم اجابة السؤال. احنا المرة اللي فاتت كنا بنتكلم المسيح تجسد وتأنس، يعني بقى انسان وبقى ربنا في نفس الوقت، الاتنين واحد. ايوه دي حقيقة يعني. وانا بتكلم في كده فجي ولد من الولاد قال لي مستر طيب انا بس عايز اسأل سؤال، هو ربنا لما كان بيصلي كان بيصلي لمين وبيتكلم مع مين؟ يعني هو كان بيكلم نفسه؟ ما هو ربنا، مش انت بتقول ان هو ربنا؟ كان بيكلم مين يعني؟ بص حبايبي، لازم نعرف ان سيد المسيح لما كان اتولد من الست العذراء هو كان انسان فعلا كامل، يعني كان بيحتاج للاكل ويحتاج للشرب ويحتاج للراحة، كان بيتألم. دي طبيعتنا، طبيعة الانسان يعني. ف كان عايز يعلمنا ويفهمنا حاجة تانية خالص، وهي فكرة ان الانسان كمان محتاج ان هو يصلي ومحتاج ربنا. شوفوا في حد من الخدام الجمال كده قال لنا حاجة جميلة قوي، قال ان ربنا لما خلقنا بقى فينا طبيعة كده لذيذة قوي، بقينا عاملين زي ايه، زي الاستك كده. انت عارف الاستك لما تشد الاستك كده ولازم هيرجع تاني. بقى في علاقة موجودة ما بيننا وما بين ربنا، كل ما نبعد تبص تلاقي الاستك راح رجعنا تاني ندور على ربنا، نبعد بس برضو ايه من جوانا بندور على ربنا. فعايز يقول لنا ان لا، انت محتاج ان انت تبقى موجود مع ربنا، محتاج ان انت تتكلم معاه. فكان ربنا كتير قوي يقول لك كان بيختلي ويقعد مع نفسه ويختلي عشان خاطر يصلي. الكلام ده كان بيحصل كتير جدا جدا جدا. فكان المسيح بيقول لنا ان دي الوسيلة ودي الطريقة اللي تقرب بيها من ربنا. كمان احنا عندنا كتير من القديسين اتكلموا ان مفيش ولا طريق ممكن يوديك لربنا او للتوبة الا من خلال الصلاة. الصلاة ليها عامل وقوة قوية جدا 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 جدا. والآية بتاعت النهاردة بتقول وفي تلك الأيام خرج إلى الجبل ليصلي وقضى الليل كله، ودي موجودة في إنجيل القديس لوقا إصحاح 6. ربنا يحافظ عليكم ويسندكم. أشوفكم المرة الجاية. سلام.